معانا كب كيك شوكولاته مليان شوكولاته ومحشي كريمه، وكمان معانا قطع جاتوه تحفه بطريقه سهله وبسيطه وبمواصفات بجد لذيذه وطعمه، وهتقومي تنفذيها من سهولتها ومن جمالها. وكل الجمال ده عملناه ببيضتين اتنين بس وكوبايتين دقيق. بصوا بقى اقراص الجاتوه بجد سهله بسيطه، هتقومي تنفذيها حالا. موفرة لذيذة جدا 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 بألف هنا وشفا. تعالوا شوفوا عملنا كل الجمال ده ازاي. أول حاجة جبت عندي كوبايتين دقيق، نخلتهم كويس وحطيت عليهم معلقتين نشا ومعلقة بيكنج باودر كبيرة ومعلقتين كاكاو، ودمجت كل ده مع بعض وركنتهم على جنب. بعد كده جبنا المواد السائلة وهي عبارة عن نص كوباية زيت، كوباية سكر، بيضتين، رشة ملح، ربع معلقة فانيليا، وربع معلقة كوباية حليب اسفة. علشان بس لما احط الحاجات دي في الخلاط يعني فاهمني، تتضرب بكل سهولة، ما تبقاش تقيلة على الخلاط. هنضربهم كويس جدا. وبعد كده حطيت طبعا شوية خل، يعني نص معلقة خل كده، ودمجتهم كده وضربتهم مع بعض. نزلتهم بقى على المواد الجافة بتاعتي وقلبت زي ما انتم شايفين كده كويس جدا. طبعا الخليط بتاعي هيبقى تقيل. حضرت نص كوباية مية سخنة بتغلي، يعني ضفتها كده زي ما انتم شايفين على الخليط بتاعي، وقلبت واحده واحده وبشويش كده لحد ما الخليط بتاعي يندمج مع بعضه. وهتشوفوا القوام بتاعه، بصوا زي ما انتم شايفين كده، غير الخليط بتاع الكيكه، هو تقيل شويه. انا عايزاه كده. جبت الصينيه دهنتها شويه زيت، وبعد كده حطيت الخليط بتاعي في كيس من بتاع الحلواني، وبعد كده هخرم له خرم صغير، وهقوم جايه صبه الكيكه بتاعتي زي اقراص كده في قلب الصينيه ديت، او في قلب الصاج دوت اللي هدخله الفرن. قطعتها كده زي ما انتم شايفين بالمقص، علشان عايزاها اقراص متوسطه ولا كبيره ولا هي صغيره. هتشوفوا معايا طبعا هنكمل بقيه الوصفه ازاي. طريقته سهله وبسيطه وبجد جميله جدا جدا، اسهل واطعم واوفر قطع جاتوه ممكن تعمليها في حياتك. هكمل بقى كل الصاج بنفس الطريقه، وهعمل صاج تاني بأقراص الكيكة. طبعا مش بتاخد تسوية معايا، بتاعت 10 دقايق ربع ساعة بالكتير وبتكون استوت. هنا بقى جبت هنا كبات من اللي بتتباع عند مستلزمات الحلوانيه اللي هي الصغيره دي بتاعت الكب كيك. حطيت فيها زي ما انتم شايفين كده بقيه الخليط بتاع الكيكه. هاخدها ادخلها الفرن لحد ما تستوي زي ما قلت لكم ربع ساعه، وبعد كده طلعتها بسم الله ما شاء الله. ادي الاقراص بتاعت الكيكه. رجعت كده جبت كريم شانتيه نص كوبايه، وحطيت عليهم نص كوبايه لبن على او حليب على ميه متلجه طبعا، وحطيت كام معلقه سكر، معلقتين ثلاثه. وهنضرب كل الحاجات دي كده مع بعض لحد ما القوام بتاعي يبقى تقيل. انا عايزه الكريم شانتيه بتاعي يتضاعف بس يبقى تقيل. جبت هنا البلبله بتاعت اللي بتاعت الفورمه بتاعت الجاتوهات، خرمت بيها كده زي ما انتم شايفين الكب كيك بتاعي، وحشيته بالايه، بالكريمه بتاعتنا او بالكريم شانتيه. بعد كده خدت الباقي حطيت عليه معلقه كاكاو ودمجته كده، وزي ما انتم شايفين عملته في الاقراص ديت كده. حطيت زي ما انتم شايفين، ورحت جايبه الطبقه التانيه حطيتها وضمتها على بعضها بسم الله ما شاء الله. ممكن كمان تغمسيها في الشوكولاته، بس انا حبيت اسيبها كده علشان يبقى في اختلاف ما بينها وما بين الكبات بتاعت الكب كيك، يبقى دي شكل ودي شكل تاني. حطيت بقى الكبات بتاع الكب كيك في الشوكولاته اللي انا مسيحاها بمعلقتين زيت. وبعد كده لما نشفت معايا في التلاجة نص ساعه، جبت كده بقيه الكريم شانتيه الابيض، وعملت زي ما انتم شايفين خطوط عشوائيه كده او رسمه بسيطه كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. والباقي خدت بقيه الشوكولاته وزعتها على الوش كده برضو بخطوط عشوائيه بسم الله ما شاء الله تحفه. وعندي شوكولاته بيضه برضو سيحتها وهعمل نفس الخطوط، يبقى خطوط بالشوكولاته البيضه وخطوط بالشوكولاته الدارك. بألف هنا وشفا. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنور رضاكم. بالله عليكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه.